بس اخدك ما زلت في ماتش الاهلي والهلال. هل شايف ان في بعض العصبيه في لاعبي النادي الاهلي واضحه في الفتره اللي فاتت وده بيأثر على ادائهم يعني من خلال اللقاء النهارده كمان؟ لا، بتأثر بشكل كبير يا فاروق. التوتر في في لعيبه النادي يعني انا الاهلي انت بسألك في في يمكن شفناها من محمد عبد المنعم واحنا حذرنا منها والناس طلعت زعلت وقالت لا ارجى اللاعب في مصر والكلام ده. لا، الكره مش كده. الكره في تركيز ال 90 دقيقه في المباراه يا فاروق، ما تخرجش. ده كل مباراه بتخرج لعيبتك عن تركيزها في الماتش. لكن هو ده اللي احنا حذرنا منه، ولازم يبقى في وقفه. النهارده اللي عمله الشناوي لازم يتعاقب عليه بص، وتوقف انت ما شفتش كابتن سيد هقول لك كابتن سيد. يا باشا بص يا كابتن فاروق، سيد عنده هو كابتن سيد ايه؟ هو عنده لائحه. انت كلاعب انت عندك مسؤوليه، انت راجل محترف ولازم تبقى تركيزك كامل في الملعب، وتصرفاتك كمان كلاعب لازم على قد مسؤوليتك. لا، هي ان انت موجود هتخصم داخل منه النادي. فلوس طبعا مش هتفرق مع اللعيبه دي. إزاي؟ لكن لازم تقعد. لازم يا فاروق، انت النادي الاهلي في يوم من الايام كان الحضري موجود، هو الوحيد جابوا له كابتن نادر انا هقعد السيد. اتخانق مع اللعيب لازم، ولا اقعد اشده؟ ما هو انت لازم يبقى في انا تحت كمدير قلق كوره انا عندي يا فاروق. ما انت طول ما انت لعيب وحاسس ان انت اللي على الحجر وانت اللي هتلعب حتى لو اخطات. ما انا بقول لك الشناوي اضاع بطولات من النادي الاهلي، ما اضاعش ماتشات. لكن انت بتتكلم حارس كبير وحارس محترم وحارس منتخب مصر، لكن الاخطاء اللي بتحصل انت كقائد فرقه وده اللي احنا كنا بنطالب بيه، ان النادي الاهلي في وسط الملعب ما عندكش قائد يعرف يتحرك ويعرف يتكلم مع اللعيبه ويعرف يسرع رتم المباراه ويعرف يبطئها وامتى يتحكم في اللعيبه. لكن انت النهارده بتتكلم على الشناوي كقائد منتخب مصر. الاخطاء اللي بتحصل العصبيه دي بتخرجك بره الجيم. يا اما انت بتداري على بلاوي ان انت عاوز تعمل ان انت فيها بطل زي اللي احنا بنشوفه، ان انت مش عاوز تقول للناس تتكلم عليك من اخطائك. في ناس بتقول لك اصل الشمس، اصل ضربه في عينه. الكلام ده ما بيحصلش. انا حارس مرمى المفروض متعود على الاجواء دي. ما تديش مبررات لفرقه بطل. انا بطل، انا ما ينفعش ان انا اروح، انا بلعب عشان اكسب. حتى لما اتكلمنا في الماتشات دي كمان، انا يمكن لازم يكون عندك صانع العاب في الحته دي يا فاروق. في الحته دي النادي الاهلي لازم يكون عنده صانع العاب. وجد لي صانع العاب في الحته ديت ويكون عندك راس حربه. لكن الاخطاء اللي احنا بنشوفها، اللعيبه بتضحك على الجماهير، بتضحك على الناس اللي بتتفرج علينا. لكن انت كلاعب عارف الكلام ده، ان انا لعيب بركز ال 90 دقيقه في المباراه. لكن مش كل ماتش هطلع اتخانق واطلع اشتم واطلع ان انا اخرج لعيبتي زي لعيبه اللي بيرفع الشورت واللي يشمر الكم. ده كله ده هجص، وده احنا ما شفناهوش في حياتنا قبل كده. كنت